اهلا يا شباب في فيديو جديد من سلسله اب لاب المقدمه من شباب بتساعد شباب. والنهارده هنكلمكم عن منحه جديده لخريجين ثانويه عامه 2024، وهي لدراسه تخصصات العلوم والهندسه في جامعه العلوم والتكنولوجيا بمدينه زويل، وهي منحه البنك المصري لتنميه الصادرات. المنحة دي شروطها تعتبر نفس شروط التقديم للجامعة بالظبط، يعني المجموع المتطلب ليها نفس شرط المجموع المطلوب للجامعة، وهو 70%، سواء علمي علوم أو علمي رياضة، وسواء برضو ثانوية عامة أو أزهر أو ستيم. فتعتبر من أكتر المنح المتطلبة مجموع قليل نسبيا مقارنة ببقية المنح اللي احنا نزلناها على الشانل هنا، فتقدروا تقدموا عليها إن شاء الله. بس في البداية زي معظم المنح المخصصة للجامعات الخاصة لازم نقدم الأول على الجامعة وبعدين نقدم على المنحة، عشان نتأكد أو يعني الجهة المانحة تتأكد إن إحنا حصلنا على قبول جامعي أو حصلنا على قبول من الجامعة، وبعد كده تقدر ترعى الدراسة بتاعتنا أو تمول الدراسة بتاعتنا. فبرضو الشرط ده منطبق على المنحة دي. فاحنا لازم الأول نقدم على الجامعة وبعدين بنقدم على ابلكيشن المنحة. فالنهاردة إن شاء الله هنقدم الأول في ابلكيشن الجامعة وهنوريكم إزاي نقدم فيها، وبعدين هنقدم في ابلكيشن المنحة. في البداية هنفتح اللينك الموجود في الديسكربشن أو في الكومنتس، هنلاقي الصفحة دي undergraduate application أو استمارة التقديم لدرجة البكالوريوس. هنختار الهاي سكول سيرتيفيكت أو الشهادة الثانوية العامة اللي احنا متخرجين بيها، سواء ستيم، سواء ثانوية عامة علم رياضة، علم علوم، أزهر، وهكذا. فنقدر نختار من السيرتيفيكتس اللي موجودة، وبعدين نختار السنة اللي احنا متخرجين فيها. الجامعة نفسها بتقبل خريجين السنوات السابقة عادي، مش 2024 بس، ولكن المنحة مخصصة لخريجين 2024، فبالتالي احنا هنضطر نختار 2024. بعد كده هنبدأ باستمارة البيانات الأساسية أو البيرسونال انفورميشن. فهنبدأ نملأ الاسم الأول واسم الأب وبعدين اسم العيلة، وبعدين هنملأ الاسم تاني بس باللغة العربية، بعدين هنختار الجنسية، نختار مصر، وهنختار الجندر أو النوع سواء ذكر أو أنثى، وبعدين هنختار تاريخ الميلاد عن طريق إن احنا نضغط على الكالندر الموجودة هنا ونختار السنة من هنا والشهر واليوم. وبعد كده هنختار ان احنا نكتب سواء الرقم القومي او رقم الباسبور، وهنكتبه هنا. وبعد كده الادرس انفورميشن او العنوان، فهنبدا ان احنا نكتب هو ده عنوان البيت ولا عنوان الشغل، والعنوان نفسه بالتفصيل، والبلد، والسيتي او المكان اللي احنا فيه. بعد كده هنكتب الايميل وهنكرره مرتين عشان نتاكد ان الايميل صح. ورقم التليفون برضو هنبدا الاول بان احنا نحدد هو ده تليفون الشغل ولا تليفون البيت او ولا التليفون الشخصي. وبعد كده هنكتب الكونتري عشان الرمز اللي هو -20 اللي في الاول، وبعد كده هنكتب الرقم عادي. وبالنسبه للامرجنسي كونتاكت يعني رقم حد يتواصلوا معاه في حاله ما عرفوش يوصلوا للطالب نفسه اللي مقدم، فبالتالي نكتب الاسم الاول والاسم الاب والاسم العيله برضو للشخص ده، وصلة القرابه بالشخص ده سواء الاب او الام او الاخ او الجد وهكذا، ورقم التليفون للشخص ده عشان برضو يقدروا يوصلوا له. انا كده مليت كل البيانات اللي قلنا عليها. بعد كده هدوس next. بعد كده هيظهر ال admissions information، وده المكان اللي هنختار فيه التخصص اللي احنا عايزين ندرسه. ففي الأول هنختار السنة أو السمستر اللي احنا مقدمين عليه. فلو احنا لسه متخرجين من ثالثة ثانوي فاحنا في الطبيعي هندرس في فول سمستر 2024، أو اللي هيبدأ في شهر سبتمبر. والسكول هنا زي ما قلنا المنحة بس متاحة ل علوم أو كلية علوم وكلية هندسة، فبالتالي هنختار يا إما engineering يا إما science بس. لو علمي علوم أو علمي رياضة فبالتالي احنا ممكن نختار ساينس. والميجر هنا هنختار اندر جراديويت، هو الاختيار الوحيد اللي هيكون قدامنا لان احنا بنقدم على درجة البكالوريوس. وبعدين هنبدأ نرتب اولويات الكليات اللي احنا عايزينها جوه كلية علوم. فعندنا biomedical science، برضه عندنا نانو ساينس، وعندنا physics of universe. تقدروا تقروا اكتر على كل برنامج من البرامج دي على الجروب بتاع جامعة زويل، وهنسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. بعد كده بنملى secondary school information، ودي بتبقى بيانات عن المدرسة
في الأول بيسألنا are you a transfer student، يعني أنت كنت طالب في جامعة تانية وحابب تنقل لجامعة زويل، فاحنا في الحالة دي لأ، لأن احنا لسه أول سنة في الجامعة. وبعدين هنبدأ نختار name of school، اسم المدرسة بتاعتنا. هتلاقوا أسامي مدارس كتيرة قوي. بس في حال ما تلاقيتوش اسم مدرستكم نقدر ننزل على اختيار other، ونختار other وبعدين نكتب اسم المدرسة بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين نكتب اسم المدرسة هنا. وبعد كده نختار السيرتيفيكت ميجر، يعني احنا شعبة علوم ولا شعبة رياضة ولا أدبي ولا علمي عام. فبالتالي احنا زي ما اخترنا في الأول علوم هنختار برضو شعبة علوم هنا. وهنا لو عندنا امتحان انجلش اخدناه زي الايلتس او تويفل نقدر نكتبه. بس لو ما امتحناش حاجة منهم خلاص نقدر نسيب السكشن ده فاضي عادي. وكذلك برضو لو خدنا امتحان من الامتحانين دول نقدر نرفع الدرجة بتاعتهم هنا من خلال ان احنا ندوس على select file وبعدين نرفع الفايل الخاص بالدرجات. وهنا نقدر نرفع صورة للرقم القومي خاصة بالطالب اللي بيقدم نفسه، ونرفع صورة 4 في 6 في المكان ده. وبعد كده بنقول ان احنا بنوافق على الشروط اللي حطاها الجامعة في الابليكيشن وشروط التقييم عامة، وبعد كده بندوس على submit application، وكده نكون سلمنا الاستمارة بتاعة الجامعة. باقي بس نعرفكم ان هي الاستمارة نفسها ليها مصاريف تقديم وهي حوالي 1500 جنيه، ونقدر ندفعها بعد ما نسلم الاستمارة. وكمان بيكون في مصاريف امتحان انجلش لو احنا مش ممتحنين ايلتس او تويفل. وهنسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك لجروب خاص بجامعة زويل تقدروا تسألوا عليه لو عندكم أي أسئلة في امتحانات القبول للجامعة أو لمصاريف التقديم وهكذا. تمام. فاحنا كده مالينا ابلكيشن الجامعة خلاص. نقدر بقى لما ناخد القبول المبدئي أو القبول النهائي من الجامعة نبدأ إن احنا نملى ابلكيشن المنحة نفسها، ننتقل لابلكيشن المنحة نفسها. وزي ما قلنا قبل كده لازم نتأكد ان احنا سلمنا ابلكيشن الجامعة وخدنا الريسيت او الوصل بتاعها ورقم خاص بالابلكيشن عشان هنحتاجه هنا في التقديم. فبالتالي لازم نكون خلصنا الستيب الاولانية قبل ما نقدم على المنحة نفسها. وبرضه حابة انبه ان المنحة دي على حسب الحاجة المادية، يعني هي مش هتبقى كاملة بنسبة 100% لأي حد يقدم، ولكن الجهة المنحة بتشوف على حسب الحاجة المادية لكل فرد، هو مثلا يقدر يدفع كام وهم يقدروا يدفعوا كام. فبالتالي مش دايما هتكون 100% لأي حد يتقبل فيها، بس بتغطي بنسبة كبيرة المصاريف بتاعة التقديم. وبرضو شرط استمرارية المنحة دي طوال سنوات الدراسة إن الطالب يكون عنده معدل تراكمي أو GPA ما يقلش عن 3. فبالتالي لو قل الجي بي اي عن 3 في أي سنة من سنين الدراسة للأسف المنحة بتتسحب. ف ننبه برضو على الموضوع ده علشان احنا نتأكد ان احنا قبل ما نقدم على الجامعة نفسها وعلى المنحة نتأكد ان احنا هنستوفي الشروط دي ان شاء الله. تمام. آه، نبدأ نملأ الابليكيشن بان احنا نعمل تك على الايميل بتاعنا او نعمل تشيك على البوكس ده عشان نتأكد ان الايميل بتاعنا صح. وبعد كده ندوس نيكست، وهنا بيقول لنا تعليمات هامة عن الورق اللي هنحتاجه والمستندات اللي هنحتاجها. ندوس نيكست. هنبدأ الأول بالبيانات الأساسية كالعادة، اسم الطالب زي بطاقة الرقم القومي بالظبط، وبطاقة الرقم القومي أو الرقم نفسه يعني. والإيميل، ويفضل يكون نفس الإيميل اللي احنا سلمنا بيه استمارة الجامعة، والرقم الخاص بالطالب، واختيار نوع الشهادة. زي ما قلنا المنحة تنفع لثانوية عامة أو أزهر أو ستيم، ودرجة الثانوية العامة، وهنا مطلوب الدرجة بالأرقام. وزي ما قلنا الحد الأدنى للقبول في الجامعة سواء علوم أو رياضة عام أو ستيم أو أزهر بيكون 70%. وبعد كده نكتب اسم المدرسة، ونقول المصروفات اللي احنا كنا بندفعها في المدرسة. يعني وليكن مثلا لو هي 1000 جنيه مصري فنكتب 1000 جنيه مصري وهكذا. وبعد كده نختار الكلية اللي احنا عايزين ندرس فيها، هل كلية العلوم أو كلية الهندسة. وبعد كده نكتب الرقم الجامعي للطالب، وده زي ما قلنا هيظهر في
الابلكيشن بتاعة التقديم بعد ما نملاها بيتبعت للطالب على الايميل، فبالتالي لازم نكون مالين الابلكيشن بتاعة التقديم الاول. بعدين ندوس نيكست. نيجي بقى لبيانات الاسره، فهيبقى مطلوب اسم الوالد، والحاله الاجتماعيه للوالد، هل متزوج هل مطلق هل متوفي، والوظيفه بتاعة الوالد، وجهة العمل يعني بيشتغل فين، وكذلك برضو مع اسم الوالدة والحالة الاجتماعية ليها والوظيفة وبتشتغل فين. بعد كده هيكتب عدد الإخوة، وكل حد فيهم هنكتب الحالة الدراسية أو حالة الوظيفة بتاعته. يعني وليكن مثلا احنا عندنا آه، أختين، فهنكتب إن الأخت الأولى مثلا في المرحلة الابتدائية والأخت الثانية في المرحلة الإعدادية، أو الأخت الأولى مثلا تعمل والأخت الثانية لا في المرحلة الإعدادية كده. وبعد كده هنكتب هنا ممتلكات الأسرة، لو عندنا بيت أو شقة أو عربية أو أرض زراعية أو ما إلى ذلك، فهنكتبه هنا في الجزء ده. وبعد كده ننتقل لخطوة إرفاق الملفات أو رفع الملفات. فهنبدأ هنا نرفع صورة بطاقة الطالب وصورة إيصال استمارة التقديم للجامعة، وده زي ما قلنا بنستلمه بعد ما نقدم للجامعة، وندفع كمان مصاريف التقديم اللي هي بتكون حوالي 1500 جنيه. بعد كده بنرفع صورة بطاقة الوالد، صورة من قدام ومن ورا البطاقة يعني وش وظهر، وصورة بطاقة الوالدة برضو، وصورة مفردات مرتب الوالد، أو البرنت التأميني لو هو في حالة المعاش برضو، أو في حالة الوفاة ممكن نرفع شهادة الوفاة، وكذلك برضو في الخطوتين اللي قبليه. ومفردات مرتب الوالدة هو الجزء ده فيه خطأ شوية، فمش هنقدر نرفع حاجة، فنختار اوبشن 1 وخلاص. وكذلك في الجزء اللي بعديه. وهنا نقدر نرفع صور بطاقات الإخوة، وهم لو في سن صغير ومش طالع لهم بطاقة لسه نقدر نرفع شهادات الميلاد. وهنا الجزء ده بيستقبل لحد 5 فايلات، فنقدر نرفع مثلا صورة شهادة كل حد فيهم لوحده، أو إن احنا نجمعهم كلهم في فايل واحد ونرفعه. بعد كده هنرفع صورة القيد العائلي وكشف حساب البنكي الخاص بالوالد. ولو ما فيش كشف حساب بنكي يعني حساب بنكي شخصي، فبالتالي هنضطر ان احنا نرفع الحساب البنكي اللي بينزل عليه مرتب الشغل. وبعد كده هنرفع برضو كشف الحساب البنكي الخاص بالوالدة، وزي ما قلنا نفس الحالة بالنسبة للوالد، لو هو ما عندوش حساب بنكي شخصي او لو الوالدة ما عندهاش حساب بنكي شخصي، فبالتالي بنرفع الحساب البنكي اللي بينزل عليه مرتب الشغل. ولو ما عندهمش خالص، يعني لو ما بتشتغلش مثلا وما عندهاش حساب بنكي خالص، فبالتالي بنرفع ورقة مكتوب فيها ان هو لا يوجد حساب بنكي خاص بالوالدة بس. وبعد كده بنضغط سبميت، وكده نكون قدمنا على المنحة. زي ما احنا شايفين ابلكيشن التقديم سهلة، لان في الاول وفي الاخر المنحة دي تعتمد على الحاجة المادية. يعني زي ما قلنا بتقيس مدى حاجة الطالب المادية والحالة الاجتماعية بتاعته ودخل الأسرة، وبالتالي بتقيس عليها قيمة المنحة اللي هتديها للطالب. ف ده ان شاء الله يكون سهل في التقديم عليها، وان شاء الله ما حدش يواجه مشكله. بس لو عندكم اي اسئله تقدروا تسيبوها لنا في الكومنتس، او تتواصلوا معانا على رسائل الصفحه، او تتواصلوا معانا على جروب التليجرام. بالتوفيق.